السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة تاويل والبساطة مع خديجة. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا رب وانتم كتشاهدوا الفيديو ديالي. إن شاء الله اللي غادي نشارك معكم في واحد الغديوة ساهلة، دجاج محمر ومشوي في الفران وبطاطا حتى هي بلا قليان حتى هي في الفران، وغنرافقوهم بواحد الشليضة لذيذة وبنينة. المهم بلا ما نطول عليكم ندوزو المقادير وطريقة التحضير. اول حاجه غندوزو نشرملو الدجاج. التتبيله ديالو اللي غادي ندير فيه، انا هنا خديت نص دجاجه وانتم كل واحد كياخذ على قياس عدد العائله ديالو. درت مع هذيك الركيبه ديال واحد ركيبه واحد شويه غادي نزيدو من بعد. المهم واخا ديروا غير طريفات راه كلشي مزيان. اول حاجه غادي ندير، عندي هنا الثومه معجونه، انا دائما كنطحنها وكنوجدها وكنخليها في فريغو، كنبقى ناخذ غير القياس. الا بغيتو تشوفوا الطريقه ديالها راني حاطه في القناه، رجعوا للقناه راه غتلقاو الثوم كيفاش كنصايبها. الا ما كانش عندكم الثومه هكا معجونه تقدروا تحكوا واحد 3 دروس ديال الثومه. هنا عندي معلقه كبيره ديال لاموطار، انا ما تقاد ليا بقيت كنكرط فيها. المهم معلقه كبيره ديال الموطار والثومه كما قلت لكم. وهذه عندي معلقه كبيره ديال الحامض مصير، تا هو راه كنصايبو في الدار. كتاخذوه تقطعوه رقيق مربعات رقاق وتحطوهم تا هما. هنا عندي 2 معالق كبار ما بين القزبر والمعدنوس. هاد الشرموله صدقوني راه كتجي زيد رائعه وكتجي بنينه بزاف. صافي غادي نضيف التوابل. عندي هنا معلقه صغيره ديال القزبر يابس، ضروري ديروه تا هو كيعطينا واحد المذاق زوين. هذا القزبر يابس مطحون. غنضيف واحد معلقه صغيره عامره ديال التحميره اللي هي البابريكا تحميره. من بعد غادي نضيف نص معلقه ديال الخرقوم، اولا اللي عندكم معلقه صغيره ديروا معلقه صغيره. انا عندي المعلقه صغيره داكشي علاش عمرتها. الا كانت عندكم معلقه صغيره ولكن الحجم ديال الكبير ديروا غير النص ديالها. هنا عندي سكينجبير، حتى هو حنا كنعرفوا الخرقوم هذا الدجاج كيبغي سكينجبير. معلقه صغيره ديال سكينجبير. انا غادا معكم بالتوابل دقه دقه باش ما تلفوش. هذا عندي الابزار، درت غير نص معلقه. علاش؟ لانني غادي ندير الحار من بعد. الا كنتو ما غديروش الحار ديروا الابزار سواء قياس عينكم ميزانكم. هنا عندي العطريه ديال الدجاج، حتى هي خديت منها واحد المعلقه صغيره. عطريه ديال الدجاج حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين للدجاج ديالنا اللي كندخلو الفران، كيجي فيه المذاق بحال المشوي. التوابل اللي قلت لكم قبل راني قلت لكم 2 معالق ديال القزبر والمعدنوس ومعلقه صغيره ديال الثومه ومعلقه كبيره ديال الموطار والملحه. وهذوك راه هما الاولين بديت بهم على تقبت الدجاج كنت نسيتو. هنا معلقه كبيره ديال الصوجه و2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. صدقوني هاد التتبيله راه كتجي رائعه، وبالاخص لا خليتوها الدجاج تشربها مزيان. راه غنخليها ليله كامله، غنخليه يبات. انا صورت معكم هاد المقادير اللي درت الدجاج بالليل. وهنا جبت الحار، درت واحد قياس معلقه صغيره ما عامراش. داكشي علاش ما كثرش انا من الابزار. الا ما كنتوش غديروا الحار يديروا الابزار عينكم ميزانكم. وهذا دانون مسوس، دانون طبيعي بدون سكر، حتى هو غناخذ منه 2 معالق كبار. وها التتبيله ديالنا كملات واجده. دابا بقى غير ندخلها في الدجاج مزيان، ندخلها نعمرو مزيان بهاد التتبيله. نحاول ندخل ما بين الجلده واللحم، ندخل ديك الصوص. هاد التتبيله راه كتجي رائعه وزوينه وكيجي بها الدجاج. راه صدقوني الا جربتوها راه كتجي لذيذه بزاف. صافي هنا غادي بعد ما غنشرملو مزيان من كل جوانب غادي نغطيه بالسلوفان وغنخليه انا في الثلاجه، ماشي فريغوها، في الثلاجه ليله كامله حتى الصباح ونكملوا الوصفه ديالنا. صافي هنا بعد ما فقنا هذا الصباح، بعد ما جمعت الدار وحيدنا الفطور ديالنا، خاصنا ندوزو نوجدوا الغدا ديالنا. ها هو الدجاج بعد ما تشرب بديك لاصوص وجا فيها. ما نعاودش لكم وضروري كما قلت لكم ملي تبغوا ديروا الدجاج الصوص بقاو تقبوه، ديروا فيه توقوا بواحد الكيغدون ولا بسكين باش كتزيد تدخل ليه ديك العطريه مزيان. صافي هنا كنجيب انا اللاطه اللي غندخل الفران، فرشت ليها بابي كويسون وغادي نحط الدجاج ديالي هكايا نسرحو فوق من بابي كويسون. وغادي وديك الشرموله اللي بقات بلا ما نديروها فوق منه لانه راه مشرب ليا العطريه مزيان كيبان راه عامر بهذيك التتبيله بالشرموله. صافي هنا غنجمع عليه بهاد البابي كويسون
وغادي نزيرو مزيان باش يبقى يطيب في ديك الصوص ديالو اللي غادي يطلق. ضروري غيطلق لينا واحد شويه ديال الصوص. غادي يطيب فيها، وغادي نجيب بابي الومنيوم حتى هو ونغلفوا به هو الاخر. ديما نسبقوا بابي كويسون هو الاولاني اللي كنغلفوا به، سواء الدجاج ولا الحوت اي حاجه بغينا ندخلوها الفران. عاد كنديروا بابي الومنيوم. صافي هنايا غنشعل الفران ديالي، غندخل الفران ديال الضوء على درجه حراره ديال 200، وغنشعل عليه من الفوق من التحت، وغنخليه في الفران تقريبا كياخذ ليا واحد الساعه ديال الطياب. عاد كنحل عليه. ملي كنحل عليه ديك الساعه ديك الصوص ديالو كنقص منها شويه وكنعريه وكنخليه يتحمر. كنحل عليه البابي كويسون ونخليه باش يعاود يتحمر لينا. يعني هنا تقريبا عندي 1 كيلو ديال البطاطا كنقطعوها شرائح. هي من الاحسن يكونوا شرائح شويه غلاظ باش ما تحرقش لينا في البطاطا ديالنا. صافي كنرقدها في الماء وشويه ديال الملحه. كما كتشوفوا انا كلشي درتو معكم مباشره، ما بغيتش نقطع الفيديو، تبعت معكم الخطوات وحده خطوه بخطوه. صافي هنايا كنغسلها بديك الميها واللي درت فيها واحد شويه ديال الملحه، وكنخليها على جنب وندوز حتى هي باش نوجد معكم التتبيله ديالها اللي غادي نحتاج ليها. انا هنا خديت واحد 4 معالق كبار ديال زيت الزيتون، ضفت لهم واحد معلقه ديال الكمون، معلقه ديال التحميره اللي هي بابريكا معلقه كبيره، شويه ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم. هنا عندي الزعتر، ضروري ضيفوا الزعتر كيعطيها واحد المذاق رائع. صافي شويه الملحه لانني ديجا راني غاسله، درت شويه الملحه في الماء اللي عقدت فيه البطاطا. صافي وهنايا معلقه صغيره تقريبا ديال الموطارد، وشويه ديال الثومه. ما عندكمش الثومه حكوا غير رويس ديال الثومه كافي، وشويه الحار دائما تنقول لكم اختياري. انا ما درتش البزار ودرت بلاصتو الحار. صافي كنخلطوا هاد التتبيله مزيان، داك زيت الزيتون مع هاد التوابل اللي ضفت ليها. هنا كنسقطر البطاطا ديالي مزيان، كنديرها واحد الشبيكه حتى كتسقطر، وكنعاود نشفها من الماء. خديت غير بابي كويسون وبقيت كنشف فيها باش ما تبقاش ليا فيها الماء. صافي وغنضيف ليها هاد الصوص اللي خلطنا اللي غادي نتبلوها بها وندخلوها بها الفران. صافي كندير ديك الصوص كامله كما قلت لكم، كتجي زوينه. غير شويه الزعتر، الموطارد، الحار، زيت الزيتون، شويه السكينجبير، شويه التحميره، شويه الخرقوم، راه ماشي شي حاجه. صافي كنحاولوا هاد البطاطا ديالنا كلها تلبس لينا بهذا الصوص، حركوها مزيان تتلبس كامله، وكنستفوها في اللاطه اللي غندخلوها للفران. صافي وكنخليوها حتى هي كتحمر لينا حتى كتقرمش وكتجي فيها واحد المذاق، وما كتجي شاربه لا يدام لا والو. مع بلا هذه الطريقه احسن ما نقليوها في الزيت. هنا غنرجع معكم ديك شويه الصوص اللي رشاطت لي على الدجاج اللي كنت صايبت الدجاج به. خديت هنا الشعريه فيرميسا، الشعريه ديال الروز، بعد ما رقدتها في الماء وسقطرتها وقطعتها، درتها في هاد الصوص هذه اللي كانت بقات ليا. صافي وحركتها فيها مزيان. وتا هي غناخذ ليها بابي كويسون. انا بابي كويسون كيبان لكم راه انا كنخدم فيه 2 مرات، عاد كنرمي الصراحه ما كنرميش بابي كويسون كان باقي صحيح. صافي تا هي كنديرها في بابي كويسون، كنلوي عليها وكنغلفها ببابي الومنيوم وكندخلها حدا الدجاج، حيت هي ما كتاخذش الطياب بزاف، تقريبا ربع ساعه حتى ثلث ساعه. داكشي علاش خليتها حتى للتالي. الدجاج راه دخلت والو كيبغي واحد ساعه ما كانا. ملي كيقرب يطيب الدجاج عاد كندخلها حداه. المهم ما زدت عليها حتى شي اضافات من غير ديك التتبيله اللي شاطت ليا انا على الدجاج. وهنا غنرجعوا البطاطا ديالنا بعد ما طابت زوينه. مازال انا فوت فيها شويه، جات شويه محمره، معليش، ولكن راها تكالت ما بقاش، كتجي فتيه ورائعه وزوينه بداك المذاق ديال الزعتر، حتى هو كيعطي واحد المذاق زوين. صافي هنا غندوز نقدموا الغديوه ديالنا. خديت هنايا انا واحد 3 ديال الخيزوات، حكيتهم في الحكاكه الغليظه، درت لهم شويه ديال السكر وشويه ديال القرفه. هنا الباربه حتى هي كذلك سلقتها وحكيتها في الحكاكه الغليظه. انا درت السلاطه هذه حلوه. صافي حتى هي درت لها شويه ديال السكر، شويه ديال القرفه، وتزيين كيبقى على حساب كل واحد. وزينتهم بشويه ديال الخيار، قطعتهم دوائر ودرت لي موري ديال الوسط باش نزينوا الطبيله ديالنا. وصافي درت منها 2 ديال الطبيصلات. هذا تا هو درتو بشكل اخر، نفس الخضر، ما ضفت حتى شي حاجه لانني عندي بطاطا فريت وعندي الفيرميسال اللي غادي نرافق مع الدجاج. صافي اكتفيت غير بالباربه وخيزو، منها نيت صحيين. الباربه كما معروفه راه مزيانه لفقر الدم، وخيزو فيتامين سي.
من الاحسن نعطيو لوليداتنا شي حاجه غتستافد من الذات ديالهم. صافي حتى هي غادي نزينها بانصاف ديال الخيار. وصافي هنا كيف ما كتشوفوا بعد ما كملت تزيين ديال الشلاضه ديالي، راني قدمتها واحد العصير، راني غادي نقول لكم باش صايبته بعد من راه غادي يبان لكم في الطبيله ديالي. هنا كيف ما بغيت نقول لكم شوفوا بالقليل تنوجدوا الكثير. راه اللي عندنا في الثلاجه نعرفوا كيفاش نوظفوا الخضر ديالنا، ماشي ضروري لا خاصني هذه لا صافي ما غنديش هذه. داكشي اللي عندكم في الثلاجه حاولوا تخدموا به، راه كتجي طبيله واعره. هنا الدجاج ديالي بعد ما تحمر، شوف كيفاش كيجي واحد اللوين فيه رائع. غادي نحطوه في البلا اللي غادي نقدموا فيه. غنديرو في الوسط وغندور عليه ديك الفيرميسال اللي كنا طيبناها في نفس الشرموله اللي تبلت بها الدجاج. ما خداتش الوقت بزاف، تقريبا واحد ربع ساعه وهي واجده، لاننا ديجا راه كنديروا ليها الماء سخون في الاول، كنديروها في الماء طيب عاد كنقطعوها صافي. وها هو الطبيسيل ديالنا ديال الدجاج كيجي رائع في الشكل وفي المذاق. هنا غندوزو للطبيله ديالنا بعد ما كملت المراحل ديال التزيين. غادي ندوز نوريكم الطبيله ديالنا ديال الغدا ديالنا كيفاش جات. كتجي تبارك الله، جات زاهيه بالالوان، اللوينات فيها رائع، نعيد كل اللوينات تبارك الله بشوف العين تشبع. هاد الدجاج ديالنا درتو في البلا هو الوسطاني اللي بعد ما زينته بالفيرميسا قلت لكم. الشليضه ديالي ديال الباربه وخيزو محكوكين، درت شراده حلوه. وهنا كنوريكم بالفورشيط الدجاج كيفاش كيبان تيتقطع وفتي جا زبده، جا رطب بزاف بزاف بزاف. علاش كنأكد عليكم ضروري تغطيوه ببابي الومنيوم، عاد بابي كويسون، عاد بابي الومنيوم باش ما ينشفش، ما يطيبش لينا ناشف، كيطيب وهو في لاصوص ديالو. صافي هنايا قدمتهم بهذا العصير اللي ما شاركتوش معكم. هذا العصير كناخذ انايا الباربه قبل ما نسلقها كنغسلها مزيان مزيان، كنحكها بشيته، كنحيد منها كاع ديك التراب اللي تيكون فيها، وكنرقدها في شويه ديال الماء والخل، عاد كنسقطرها صافي وكنسلقها في الماء ديالها. وهذاك الماء اللي سلقتها فيه كنحتفظ به باش كنصايب العصير به، باش درت هذا العصير بالليمون والماء ديال الباربه وضفت عليهم حبه وحده، والشي الاخر راه حكيته خليت حبه وحده اللي ضفت لهذا العصير حتى هو كيجي لذيذ بزاف بزاف. كتزيدوا مع شويه ديال السنيده وصافي باش كتحليو. انا باقا كنأكد لكم على الدجاج، ما عجبني بزاف صراحه. راه الطبيله ديالنا تكالت كامله لان جا كلشي لذيذ وجا كلشي رائع وغديوه مشبعه. المهم اللي ما بقى لي غير نقول لكم بسلام عليكم، وما تنساوناش من واحد لايك وابوني باش تكبر القناه ديالنا وتزيد لقدام. وما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء مع وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله.